هاي، انا نور. ولو دي اول مره تشوفوني فانا دايما بعمل لكم فيديوهات عن ازاي نجدد من نفسنا ونهتم بنفسنا ونبقى احسن. والنهارده هتكلم معاكم في 10 حاجات هتساعدنا ان احنا نقعد في مكان منظم اكتر ونضيف اكتر، والحاجات دي في نفس الوقت هتريحنا من كراكيب كتير قوي في البيت. اول حاجه وهي ان احنا نخلي عندنا بوكسين او شنطتين نبقى احنا عارفين مكانهم. واحده نحط فيها اي حاجه نقابلها في طريقنا، عارفين ان الحاجه دي مش بتاعتنا واحنا محتاجين مثلا نرجعها لحد، مثلا حاجة كنتي واخداها من حد ومحتاجة ترجعيها له تاني. والحاجة التانية، اي حاجة تقابلك انت عارفة ان انت خلاص مش محتاجاها. تاني حاجة وهي وانتي سايبة مكان ورايحة مكان تاني، تاخدي معاكي الحاجة اللي انتي مكانها مش موجود في المكان ده. يعني مثلا انتي في الأوضة وفي حواليكي كوبايات وانتي دلوقتي رايحة المطبخ، خدي معاكي الكوبايات دي بدل ما ترجعي تاني تروحي الأوضة علشان ترتبيها عشان ترجعي تودي الحاجات دي تاني المطبخ، فسهلي على نفسك الموضوع. وتالت حاجة، علشان تبقي قاعدة في مكان منظم أكتر وهادي أكتر، فانتي محتاجة ان انتي يكون حواليكي حاجات أقل، ما يبقاش حواليكي الزحمة اللي احنا قاعدين فيها. كل ما بيبقى فيه كراكيب كتير وحاجات كتير حواليكي، تنظيمها وتنظيفها بيبقى اصعب بكتير قوي من ان يبقى في حواليكي حاجات بسيطه. فانت محتاجه ان انت تعملي مع نفسك كده تشالنج، ان انت مثلا كل يوم هتخلصي مثلا من عدد معين من حاجات، مثلا اول يوم حاجه، تاني يوم حاجتين. يعني اعملي تشالنج مثلا في الاوضه 10 ايام مثلا ورا بعض، ان انت هتتخلصي من اول يوم حاجه، تاني يوم حاجتين، تالت يوم 3 حاجات، لحد ما هتلاقي نفسك اتخلصتي من حاجات كتير قوي خلال ال 15 يوم دول. خامس حاجة وهي ان احنا نشتري حاجات تكون الكواليتي بتاعتها حلوة، مش حاجات كتير. لان انتي لما بتشتري مثلا حاجة الكواليتي بتاعتها مش حلوة هتبوظ بسرعة، وهتلاقي نفسك بتشتري منها كتير وعمالة تجيبي منها كتير، وهي في نفس الوقت هي مش كويسة معاكي ومش هتقعد فترة طويلة. فده بيزود الكراكيب، ان انت بيبقى عندك حاجات كتير لو كواليتي علشان بس تستخدميها كتير. لا، استخدمي حاجة واحدة. يعني مثلا لو لبس مثلا، حتى لو هتكرريه كذا مرة، ده احسن من انت تجيبي لبس الكواليتي بتاعته مش حلوة وتلاقي نفسك عمالة بتشتري لبس له كواليتي كتير وبيقعد عندك بقى واخد مساحة كبيرة قوي عندك في البيت. رابع حاجة وهي ان انتي تبقي عارفة ان انتي وانتي بتشتري اي حاجة فانتي هتتخلصي قدامها من حاجة تانية. ودي بيسموها one in and one out. فانتي مثلا عارفة ان انتي لما هتشتري حاجة هتخلصي من حاجة تانية، فانتي بتيجي تشتري بقى الحاجة بتبقي حريصة قوي ان الحاجة دي تكون انتي فعلا محتاجاها، لان انتي هتتخلصي من حاجة تانية وارد تكوني الحاجة دي انتي محتاجاها. وده هيساعدك ان البيت يفضل مترتب ونظيف، لان انتي مش بتدخلي حاجات جديدة عليكي، انتي لما بتدخلي حاجة بتشيلي قصادها حاجة تانية. سادس حاجة وهي ان احنا نرجع اي حاجة بناخدها من مكان نرجعها مكانها اول باول. ما نستناش مثلا مرة واحدة، مثلا في اخر اليوم انا هرتب مثلا الأوضة مرة واحدة. لا، انتي خدتي حاجة رجعيها مكانها على طول. ده بجد مش هياخد اقل من، يعني ده هياخد وقت قليل قوي، اقل من دقيقة معاكي. وده هيبقى احسن لك وهينجز وقت من ان انت تراكمي حاجات كتير قوي عليكي وتيجي في اخر اليوم تقعدي ترتبيها كلها مره واحده. سابع حاجه بقى، لو انت شخص مش بيعرف يحافظ على دولابه ان هو يفضل مترتب فتره طويله، فانا هقول لك على حاجه حلوه قوي. لان احنا لما مثلا بننزل وبنرجع بنبقى ساعات تعبانين، فمثلا الكرسي اللي بيتحط عليه كل حاجه او السرير مثلا او الكلام ده، احنا بنرجع نحط عليه الحاجه. سيبي الشماعه بره، هي حاجه بديهيه جدا بس بجد بتفرق قوي، ان انت تسيبي الشماعه بره الدولاب اللي انت خدتي من عليها اللبس، فانت عارفه انك هترجعي هتعلقي عليها اللبس وتحطيها جوه الدولاب تاني. ده بيبقى احسن بكتير من ان انت تسيبيها جوه الدولاب وهتروحي هتكسلي تقومي سايباها على الكرسي، وتيجي بقى تاني يوم ممكن تشيليها وممكن تنسي، تلاقي بقى الكرسي اللي هو بيتراكم عليه هدوم كتير بتاعه الاسبوع ده. تامن حاجة وهي ان احنا ما نشتريش الحاجة في ساعتها. في حاجة بتحصل لي دايما، ان انا ساعات اشتري الحاجة واجي بعدها احس ان الحاجة دي انا مش ما كنتش محتاجاها قوي كده وملهاش لازمة وساعات تندمي ان انت جبتي الحاجة وتبقي خلاص انت حاسة انك مش عايزاها، وده بسبب ان انت اتسرعتي وجبتيها في ساعتها على طول. فالحل ان انت تستني شوية، ما تجيبيش الحاجة في ساعتها على طول. ممكن تكتبيها مثلا في ورقة وتشوفي كده انت بعد اسبوع هل انت لسه محتاجة الحاجة دي ولا خلاص انت مش محتاجاها، وكانت حاجة كده انت عايزاها يعني في ساعتها وخلاص. تاسع حاجة وان هي نحاول على قد ما نقدر ان احنا نبعد عن الحاجات الترند، لان دي انت بتجيبيها وبعدها بشوية بيبقى ملهاش لازمة ومش بتستخدميها، وبتقعدي بقى تفكري هل اخليها ما خليهاش، وبتفضل بقى واخدة مساحة عندك في البيت.
وانتي عارفه ان انتي بعد شويه مش هتستخدميها تاني. فعلى قد ما تقدري حاولي تبعدي عن الحاجات اللي هي ترند او هتستخدميها في مناسبه واحده او في حاجه مثلا بسيطه وعارفه ان انتي بعد كده مش محتاجاها. الحاجات اللي هي شكلها غريب، قطعه مثلا بتستخدم مثلا في تقطيع نوع معين بس من الاكل، مع ان في حاجات تانية مثلا كتير ممكن تستخدميها كبديل. عاشر واخر حاجه وهي ان احنا قبل ما نشتري اي حاجه جديده نشوف الحاجات اللي موجوده عندنا اصلا، لان انتوا يعني اوقات كتير قوي بيحصل معايا ان انا اجي اشتري حاجه وارجع اكتشف ان انا عندي منها كذا واحده بسبب ان انا ناسيه وان انا عندي كذا حاجه ومش واخده بالي ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود. فدايما قبل ما تشتروا حاجه جديده شوفوا الحاجه اللي عندكم لو ينفع ان هي اساسا موجوده عندكم، او لو ينفع مثلا تعيدوا استخدامها او تعملوها مثلا بطريقه مختلفه او كده وترجعوا تستخدموها تاني. وده اكيد بينظم عندكم البيت، لان انتوا لما بتقعدوا تشتروا كذا حاجه من نفس الحاجه ده بياخد مساحه اكبر، لما تيجوا ترتبوا ده هياخد معاكم وقت اطول. less is more يا جماعه. تعالوا بقى اقول لكم على 10 حاجات تانية علشان ما تتلخبطوش. اول حاجه قلنا ان احنا نجيب بوكسين، بوكس فيه الحاجات اللي احنا مش بتاعتنا وعايزين نرجعها لاصحابها، بوكس تاني اللي هو هنحط فيه الحاجات اللي احنا مش محتاجينها، وكل فتره بقى نكلم مثلا مؤسسه خيريه او نديها لحد يكون محتاجها او كده. تاني حاجه واحنا رايحين اي مكان ناخد معانا الحاجات، زي ما قلنا ان احنا مثلا ناخد معانا الكوبايات واحنا سايبين الاوضه ورايحين المطبخ. تالت حاجه ان احنا نحاول على قد ما نقدر نتخلص من الحاجات اللي عندنا عشان ده هيدينا مساحه اكبر وهيساعدنا اكتر في ان احنا ننظم ولما نيجي نرتب البيت يبقى سهل علينا قوي ترتيب. ورابع حاجه قلنا ان احنا واحنا بنجيب اي حاجه نسال نفسنا هل احنا محتاجينها، لان احنا هنطلع قصادها حاجه تانية اللي هي قلنا عليها 1 in and 1 out. خامس حاجه قلنا ان احنا نجيب حاجات هاي كواليتي بعدد قليل احسن ما نجيب حاجات كتير قوي تكركب المكان وهي في الاخر لو كواليتي ومش هنستخدمها فتره طويله. وسادس حاجة قلنا ان احنا نرجع الحاجة مكانها اول باول. سابع حاجة قلنا ان احنا نخلي الشماعة بره. وتامن حاجة قلنا ان احنا ما نشتريش الحاجة في ساعتها. تاسع حاجة قلنا ان احنا نبعد عن الترند على قد ما نقدر. وعشر حاجة قلنا ان احنا ما نجيبش الحاجة غير لما نتأكد ان احنا ما عندناش من الحاجة دي في البيت. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. قولوا لي تحبوا اتكلم عن ايه في الفيديوهات اللي جاية.